وشذاذ الآفاق من الصين، من كوريا، هؤلاء تكالبوا على هذا الشعب الأعزل. ونتابع إلى جبهة أخرى من جبهات القتال، ننطلق إلى اللاذقية الحبيبة، لاذقية بني أمية، إلى الساحل الشامي، لينضم إلينا محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل. حياك الله أخي محمد. حياك الله أخي أبو حفص. أخي محمد، تطلع على آخر ما يدور من مجريات عسكرية وميدانية في اللاذقية وريفها، تفضل. نعم أخي، قامت حركة أحرار الشام منذ ساعات بدك مطار حميمين برشقة من صواريخ الإجرام ردا على القصف الروسي التي يستهدف قرى الريف. قصف شهده الريف لبعض قرى جبل الأكراد بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من مرصد بارودة، وقصف استهدف قرى ناحية ربيعة في جبل تركبان من مرصد 45. أيضا شهدت منطقتي بدامة والناجية قصف عنيف براجمات الصواريخ الحديثة الروسية التي وضعت في قمة النبي يونس مؤخرا، واقتصرت الأضرار على المادية فقط. نعم أخي، يزف ريف اللاذقية سلة من أبطاله التقوا يوم أمس باشتباكات في جبل التركمان، هم قائد كتيبة المصطفى أحمد عبد الله أبو رشاد والشهيد أبو رباح، ثم استشهد اليوم محمود زرطيط متأثرا بجراحه. ما زال الطيران الروسي ينفذ غاراته على قرى الريف، حيث يستهدف فقط قرى المدنيين ومقرات تابعة للجيش السوري الحر بحجة قصف مناطق تحتوي على عناصر من الدولة الإسلامية داعش. حشود عسكرية للنظام تتضمن آليات عسكرية ودبابات وعناصر في محيط قمة النبي يونس وبعض محاور جبل الأكراد، ضيع اقتحام مفاجئ لقرى الريف. أما في مدينة اللاذقية يسمع بشكل يومي أصوات لإطلاق رصاص كثيرة في عدة مناطق من المدينة بسبب تشييع قتلى لقوات النظام. أيضا سيارات الإسعاف لا تهدأ منذ الصباح وهي متوجهة إلى مشافي المدينة محملة بقتلى وجرحى قوات النظام قادمة من الاشتباكات في ريف حماه. أيضا تناقل ناشطون أن حملة تبرع بالدم يقوم بها العلويون للجرحى الروس والإيرانيين القادمين من ريف حماه. أما على الصعيد الروسي شوهد وصول لطائرات مروحية متطورة من MI 24 إلى مطار حميميم، حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام فيديوهات تتضمن عمليات تدريب في مطار حميميم على هذا النوع من الطائرات. أخي على منبركم أكرر نشدتي عبر قناتكم لفصائل المجاهدين بريف اللاذقية. تكالبت علينا الأمم، نناشدكم بتوحيد الصفوف وإسقاط جميع المسميات والانضمام تحت لواء واحد وغرفة عمليات مشتركة واحدة لفتح جبهة الساحل وقطع رأس الأفعى والتقدم نحو المدينة. نعم محمد الحسن، نضم صوتنا إلى صوتك ونناشد بتوحيد الكلمة وتوحيد الصف. اللاذقية عليكم بمطار حميميم، عليكم بالرداحة، عليكم بهذه الجبهة، ضكوا وأقلقوا مضاجعهم هناك. محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل، لك جزيل الشكر. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا يا رب العالمين، نصرك الذي وعد. إن الحرب في سوريا تقودها إيران وروسيا حقيقة، لأن الأطماع